البارح تلعب احسن ماتش في تصفيات كاس العالم اللي لعباتو الجزائر ضد الموزمبيق. هادشي ماشي غير انا كنقولو، هادشي بشهاده العالم كامل كيقول لك باللي احسن ماتش واحسن منتخب هو المنتخب الجزائري، واحسن ماتش هو اللي دار اللي لعباتو الجزائر مع الموزمبيق وربحات ب5-1. المهم ماشي نكثر عليكم هضره بزاف، شوفوا هذا الفيديو حتى النهايه. لو النهارده هندي جايزه لامتع فريق قدم 90 دقيقه في الجوله ديت من تصفيات كاس العالم، الجايزه دي لازم تروح للمنتخب الجزائري. منتخب الجزائر النهارده قدم 3 في 1 زي النسكافيه، الاداء والمتعه وكمان النتيجه. اتفرج النهارده على المنتخب الجزائري واللي عمله عموره يا جماعه، وافتكروا كلام عموره دوت لازم في الصيف اللي جاي كبار الانديه هيتخانقوا عليه. اتفرج النهارده عموره اللي في اخر مباراتين مع المنتخب الجزائري ساهم ب6 اهداف، بيسجل النهارده هاتريك وبيصنع هدف. رياض محرز والكنترول بتاع رياض محرز والحريه اللي ظهر بيها النهارده رياض محرز بيصنع الهدف الاولاني وبيصنع الهدف الثالث. المنتخب الجزائري كسب والمنتخب المصري كسب ومنتخب المغرب كسب وتونس كسبت، ولكن الامتع كان المنتخب الجزائري. اهل الجزائر عندهم جوهره يلي هو عموره. انا مع احترامي لكل لعيبه عرب، لكل لعيبه عرب يلي بيلعبوا مع المنتخب، بس هيدا الانسان افضل لاعب عربي بيلعب مع المنتخب باخر فتره، افضل لاعب عربي يا رجل. ما شاء الله كل المباريات اللي عم يلعبها مع المنتخب الجزائري اخر فتره هو اللي عم يسجل هدف، هدفين، 3، بيصنع، سريع، بيعمل كل شيء، لاعب رهيب بكل معنى كلمه. حرام يلعب بالدوري الانجليزي. شوف هاتريك مع المنتخب الجزائري بتصفيات كاس العالم قدام مين؟ قدام الثاني اللي عم بينافسوا المجموعه. 5 الجزائر قدام موزمبيق، مدري شو هيدا قدامكم، لحتى يصبح المنتخب الجزائري قريب جدا الى حلم كاس العالم. وايضا بدنا نبارك للمنتخب المغربي يلي فاز 2-0 كالعاده، واصبح اقرب منتخب عربي لحتى يروح الى كاس العالم مع نفس الاسماء بالمنتخب، مع تواجد المبدع ابن الريال ابراهيم دياز. الف مبروك لاهل الجزائر، اهل المغرب، ما شاء الله حولكم. منا عارف مين هو الافضل من تاني هلا حاليا، بس الاثنين مبدعين. انتوا هلا حاليا بعتبركم افضل منتخبين عربيه هلا بهالوقت من وراء النتائج والاداء يلي عم تقدموه. الف مبروك لكم مره ثانيه وثالثه. المغرب بالعلامه الكامله، 5 ماتشات 5 انتصارات، مين يقدر على المغرب؟ والجزائر بتتوحش امام موزمبيق في منافسه مباشره على الصداره. صاحب المركز الاول مع صاحب المركز الثاني هما الاثنين كانوا 12 نقطه، الجزائر بتضربها بخماسيه 5-1 عشان تكتسح الصداره وتبقى لوحدها في المركز الاول وتقول انا هحجز مقعد لكاس العالم. الجزائر بتفوز على موزمبيق 5-1 عشان يبقى معاها 15 نقطه متصدره المجموعه مركز اول. موزمبيق مركز ثاني ب 12 نقطه، نزلت غصب عنها بعد المواجهه المباشره مع الجزائر، والجزائر بتقرب بشكل كبير من حسم المجموعه. الناحيه الثانيه المغرب، مفيش كلام على المغرب كده كده موجوده في كاس العالم. المغرب ما بنسالش هتصعد كاس العالم ولا لا، المغرب بنسال هتعمل ايه في كاس العالم وهتوصل لحد فين. المغرب لعبت 5 ماتشات 15 نقطه، صداره المجموعه كده كده بتاعتها. هاتريك ابن الجزائر محمد امين عموره صار مطلب نادي الارسنال. تعال يا اخي يعمل هاتريك اليوم مع منتخب الجزائر ويعمل تمريرات حاسمه. لا، محمد امين عموره مع احترامي للجميع، صناعه الجزائريه، افضل لاعب، فخر العرب، عم مارتينيلي وعم تورسارد. خلص انتهى النقاش. سريع نعم، بيراوغ نعم، بيسجل نعم، يصنع فرص نعم، بيعمل اسيستات نعم، بيساهم بالاهداف نعم. ابن الجزائر يا اخي ما شاء الله عليك، تعال لنادي الارسنال، تعال. نجم نادي فولفسبورغ في الدوري الالماني، خارب دوري الالماني في التصفيات مع منتخب الجزائر. يا اخي يعطيهم طاقه، يعطيهم قوه. جمهور الجزائري، شعب الجزائر يفتخر بامتلاك منتخب قوي، وخاصة لاعب محمد أمين عمور. ما شاء الله. ألف مبروك أهل الجزائر.
يا اخوانا مليون مبروك فوز منتخب الجزائر 5-1 على الموزمبيق. 5 في عين اللي يشوفكم وما يصليش على النبي. مليون مبروك. اول حاجه هنتكلم فيها هي ما شاء الله الملعب، كميه فخامه مش طبيعيه، حضور الجماهير حلوه قوي. كمان لازم نتكلم على الموقف المشرف لاهالي تيزي ويزو اللي فطروا كل الجماهير اللي كانت حاضره. في ارقام رسميه بتقول ان هم كانوا عاملين 37,000 وجبه فطور. تخيلوا الرقم 37,000 ما شاء الله اللهم بارك. كمان منتخب الجزائر يا اخوانا مرعب 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 ما شاء الله اللهم بارك. ثنائيه عموره ومحرز يا ربي جنان جنان جنان. هيا بنا الى المونديال. كمان عموره يا اخوانا مش طبيعي ما شاء الله اللهم بارك. الله يحميه. اخر مباراتين مسجل 5 اهداف، النهارده مسجل هاتريك وعامل اسيست كمان. فعموره مرعب. منتخب الجزائر يا اخوانا اي بطوله هيخشها ينافس عليها، مش مجرد ان هو يصعد كاس عالم بس، هيكون منافس قوي ما شاء الله تبارك الله. مليون مبروك حبايب قلبي. سلام. قلت لكم يجوا يدوا 5 ولا ما قلتهاش؟ رجعوا الفيديو القديم، قلتها ولا ما قلتهاش؟ وقلت لكم غادي تتمتعوا، قلت لكم ما تتقلقوش عليهم، راه الصيام وكاع في بوتسوانا غادي نجيبوهم تيزيوزو هادو موزمبيق اللي باينه يقولوا يدي 5 ونطيقه يروح. بصح علاه ما خرجتوش ديفيلو؟ علاه ما سمعت لا كلاكسون برا لا الناس تجري لا والو؟ علاه نتوما مليح لكم غير بوركينا فاسو معاكم في الجروب ولا الكاميرون ولا كاش ايكيب قاصحه تشيطكم وتركب لكم السكر؟ او الشبعه رايحين الكوب دي موند ونورمان رافدين طابلتهم ورايحين يدومنوا، ما كان لا فرحه برا لا والو. ماكم وليتو هاك. المهم لا علينا بداو توجدوا الدوسي الامريكان اللي غنروحوا شعبيه خاوتي، نروحوا شعبيه ان شاء الله ونوصلوا بعيد. علاه لا مربع الذهبي ولا ندوها كاع. منتخب الجزائر بيفوز على موزمبيق 5-1 في ليله ابدع فيها لاعبي منتخبنا الجزائري وكمان اخواتنا من جمهور الجزائر. بنتكلم على الابداع في اسيستين رياض محرز وهاتريك محمد الامين عموره، كانوا قمه الابداع النهارده ضد موزمبيق. عموره اللي النهارده سجل هاتريك وعمل اسيست وسجل هدفين المباراه اللي فاتت، عنده 6 مساهمات في خلال 5 ايام ما شاء الله عليه ربنا يحميه. ما شاء الله على كل منتخبنا الجزائري اللي بياخد 6 نقط من 6 نقط التوقف الدولي الحالي وبيوسع الفارق بينه وبين اقرب منافسين. هو كان موزمبيق ده ل3 نقط، تصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم. كوفيتش اللي قاد المنتخب الجزائري في 12 مباراة حقق فيهم 9 انتصارات ما شاء الله، بداية ولا أروع من كده. مليون مبروك لكل اخواتنا في الجزائر، إن شاء الله في انتصارات مستمرة وتكون عودة منتخب الجزائر الحقيقية مرعب لأفريقيا تاني. باسكو بيتكوفيتش اي جوار يسيي في الوسط يصدق لها، ولو عنده 5 كاع يعرفوا يلعبوا، شي يبان شي يدخل شي يخرج شي ما يعيطش يعيط. بوداوي 2 ماتش قال لهم انا لافريك تاعي. قندوسي بارا مع بوداوي ثنائيه مهبوله. بالناصر ما تبقاش بنكا. عوار استاذ تاع بوله. مازا من يدخل يمتعك. مازا قال لك لعب تيتيلير كي نديرو درو لي هادو زوج خويا. هذاك تلعب اريير غوش تلعب اريير دروا. ما فهمتش انا حجام خويا، فهمناش تلعب اريير غوش ولا اريير دروا. وايت نوري انا زعماك راني شايفها بيتكوفيتش غادي يلعبها في الوسط، يدير حجام اريير غوش. ما بصح عندها بزاف في الوسط. ايت نوري يلعب قال لي بوست اريير دروا اريير غوش وسط، سيتو مني يكون يلعب اريير غوش بعد يدخل يعاونهم في الوسط. ونجيو للبيت تاع حجام خويا الزاوج. هي تيكي تاكا بدات مقبل راك فاهم. لاجيري كتشد هنا بوله واحد 2 مينوت ولا هما غير يدوروا فيها. قندوسي بوداوي بالسبعيني. كنا بكري بالسبعيني يعطيها الزروقي يردها بالسبعيني ما كاش حلول. بصح هذيك يخرجوا بها الطاق. عموره جات عنده عموره دار عموره صاير جيجر بالفيزا حجام براس. المهم افضل لاعب جزائري في التاريخ لعب معنا 100 ماتش خويا مول بولا تاعنا. لعب معنا 100 ماتش ماركا 32 بيت و42 اسيست 74 هدف مساهم بهم في 100 ماتش. واخو هذا يقعد اجمل هدف ساهم به رياض محرز في تاريخ المنتخب. هضره قليله. ولعبتو زوج. ما تنسوناش في الكادوات الفيزيات لامريكا وكندا باش نروحوا نتفرجوا لي كي نصق عليكم وديروا لنا اسئله ساهلين وديروا لنا في التيك توك ثاني، ما ديروناش غير في الانستا فيسبوك. وهذا الفيديو عالمي بزاف واللي خدمه عالمي بزاف. صداع غادي يجيب لهم صداع نصفي هذا. يا خويا اجواء اوروبيه على الاراضي الجزائريه ولا اجواء جزائريه ولا اجواء اوروبيه على طريقه جزائريه كما تبغي خويا. عالمي استطاع حوش الأفضل. رسميا الجزائر في المونديال وطيلا خوتي تأهلنا إلا إذا ما تدريش تما مدوك بدات تخدم في الباسبور تاعك صاحبي، لأنه العام الجاي إن شاء الله رانا 40 مليون جزائري في أمريكا. ليش؟ ما تدريش باينة لمشجع لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني الجزائري، والجماعة اللي تقول لك نروح الرانيا ولا بلاد بهلي خوتي راه باينة. ماشي زعما 2 مترات هنا لاسبانيا وكي نروحو نتم يعني نروحو منظمين معناتها كيما نروحو كيما نوليو، ماشي نلقى واحد حارق المكسيك ولا طيب سيبوه. المهم حتى هنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو خلي لايك، قلنا الاراء ديالك في الكومونتير. تهلاو.